ماذا بعد مرحلة التجاهل؟ نخسر علاقتنا؟ نقطع علاقتنا؟ لا خالص، ما ينفعش. شغل دماغنا للمرة التانية. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن تجاهل، ان ازاي ما نردش على الطرف اللي قدامنا، نتجاهله عشان نوريه ان احنا برضو نقدر نشغل دماغنا. فخليك كويس معانا طالما بعاملك بقلبي بدل ما عاملك بدماغي. ماذا بعد؟ هنعمل ايه؟ هنعمل حاجة من الاتنين، يا نتصل بيه رنتين ونقفل. طبعا هو هيفكر ايه ده؟ ما رجعش يتصل بيا تاني ليه؟ ما اتصلش. طول الوقت برضه هتفضل تشغل تفكيره. او تبعت له مسج مثلا مساء الخير وتسكت. هو طبعا ممكن يرد ايه؟ رد سخيف. نعم خير. انت مش بتردش، مش قطعت علاقتك بيا، فانت ترد رد لطيف تقول له علاقه ايه؟ انا مش بتصل بيك عشان كده، او ما كنتش بتصل بيك عشان كده، او ما بعتلكش مسج عشان كده. انا بس كنت عايز اسالك على حاجه، وانا عارفه ان انت الوحيد اللي كنت عارفها. فاكر المكان الفلاني اللي احنا رحنا سوا؟ فاكر البنت صاحبتك مثلا، او الولد زميلك اللي كان عمل كذا كذا كذا، بس كنت محتاجه مثلا الكورس الفلاني اللي كان مقدم فيه، فممكن تسأل